يعني بتوع الحديث الجهد اللي عملوه جهد فعلا مذهل. ما اقول له حدثني فلان عن فلان ان النبي قال كذا وتبقى سهله، ما اي حد ممكن يقول كده، فيروحوا ايه عاملين دايره عليا ويقول لك الراجل ده مدلس ونشوف نوع التدليس اللي بيدلس. عشان كده دايما يقولوا الاسناد هو حصن المسلمين. الاسناد ايه الهدف من الكتابه التاريخيه؟ ان احنا عايزين نحفظ الوحي على الناس. عشان كده في مقوله مشهوره جدا تنسب لامام من ائمه اهل السنه سيدنا سفيان الثوري وهو من التابعين، كان يقول ايه؟ فلما استعملوا لنا الكذب استعملنا لهم التاريخ. ايه الكذب؟ الكذب في كل شيء في الديانه. في واحد يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويروح ضارب حديث حديثين 100,000 حديث وهكذا، بيكذب. طب ازاي احنا نتاكد ان هو الراجل كذاب ولا صادق؟ بالتاريخ. نساله هو انت رويت الحديث ده عن مين؟ فلان. رويته فين؟ قابلته فين؟ في الشام سنه كام؟ كذا. كذاب، الراجل ده كان مات. فهو ايه؟ معظم علوم التاريخ بدات في الاول عشان تدون بها ايه؟ احوال الرجال حملت الديانه. اللي هم حملت ايه بقى؟ حملت واحد اللغه الشعر، اثنين حملت القران، ثلاثه حملت الحديث وهكذا. فبقى عندنا ايه؟ اهتمام شديد جدا بتدوين احوال الرجال. فلان اتولد سنه كذا، يعني استاذنا امبارح المره اللي فاتت قال ايه؟ احنا عايزين نعرف خليفه بن خياط اتولد امتى. طب مين خليفه بن خياط ده؟ ده راجل مشتغل بعلوم الاسلام، كان بيكتب لينا ترجمه انا وهو عرفنا. يعني هو اول ما قابلني قال لي على فكره اتاكدنا بالتاريخ وفعلا طلع بعد 147. هو عرف منين؟ ان في كتاب مدون فيه تواريخ العلماء. فالرجال مكتوب هو اتولد امتى، مات سنه كام، ومصنفاته، والفتره دي قعدها في مكان واحد ولا انتقل. ده فايدته ايه بالنسبه لنا في علوم الروايه؟ في واحد بيجي يقول لك ايه؟ انا حدثني فلان، فبنقول له حدثك انت سنه كذا، فبنقول له لا انت بتكذب. في واحد في النص هو الحديث ده صح بس انت ما قابلتوش. ليه؟ احنا عارفين ان الراجل ده انت بتقول حدثني في الشام سنه كذا، احنا عارفين ان هو سافر الحج وقعد 3 سنين في الحجاز ورجع تاني. فانت الوقت اللي بتقول عليه ده اهل التواريخ والتراجم وعلماء الرجال كاتبين ان هو كان في حته ثانيه. عشان كده احنا حاليا دلوقتي يمكن ده بيثار كل عصر، بس كل ماده ايه؟ كل مره ايه؟ كل عصر بيزيد. انتوا عارفين ان الكذب بيزيد بشكل مضطرد حتى تقوم القيامه، لغايه ما يتبقى كذب محض لا خير فيه. ايه الكذب؟ منها تكذيب الناس بالاحاديث. يعني الناس دلوقتي يقول لك ايه؟ هو احنا حاليا مش بالاحاديث بس بالقران. يعني هو ايش ضمنك ان المصحف اللي معاك ده هو القران الذي نزل على قلب محمد؟ طب ايش عرفنا ان الحديث ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاحنا بنقول له المساله ايه؟ سهله بس انت اللي جاهل. ليه؟ ان كل العلوم مش القران والحديث، حتى النحو، حتى الشعر. يعني انتوا لو شفتوا اي حد شيخ بيحفظ شعر او مهتم بالشعر تلاقيه لو قلت له هسمع لك قصيده وهو بيسمع يقول لك لا استنى، مين قال لك ده؟ البيت ده قبل ده والبيت ده مش موجود. طب انتوا عارفين منين؟ إيه؟ ما هو مكتوب الروايه دي، ولو ليه روايتين يتقال، يعني دي روايه الاصمعي ودي الاصمعي عليه روايتين، ده في الشعر مش في القران وفي الحديث بس. طب القران ده القراءات مدونه وباسانيدها المتصله في كل طبقه عن طبقه. يعني انا لو رحت لواحد معاه اجازه مسند في الهند وقريت عليه حديث هلاقي نفس الحديث اللي موجود في مصر اللي في الحجاز في باسانيد مختلفه بس المتن واحد. ده يدل على ايه؟ ان العلوم دي مدونه بشكل امن تستقر ليه النفس وتطمئن ان هذا الامر دين وهو منقول ايه؟ بشكل امن. تمام؟ الدور الاكبر في التدوين كله تدوين تاريخي. ده الدافع الاول للكتابه التاريخيه. طيب الدافع ده بعد كده تطور بايه؟ لحق بيه تدوينات كثيره جدا. يعني مثلا واحد زي الامام الطبري، اليعقوب ابن مسكوي، ابن كثير جدا ممن كتبوا في التاريخ الاسلامي. كل واحد اهتم بجزء فافرده بالتصنيف. يعني مثلا الطبري راجل هو مشتغل الطبري امام مجتهد في الفقه، في الحديث، في التفسير وفي اللغه، وامام كبير يعني، وليه مذهب بس اندثر. يعني كان زي مذاهب الاربعه المشهوره، المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وهكذا، ولكن اندثر ولم يصر له اتباع بعد ذلك. الامام الطبري ليه كتاب تاريخ مشهور جدا ومن اقدم الكتب واوعبها اللي وصلت لنا. كاتب تاريخ من امتى؟ من اول الخلق، من ايام سيدنا ادم، بل من قبل سيدنا ادم. يعني يقول لك ايه اللي كان موجود على الارض قبل سيدنا ادم. فانت بتبقى ايه السؤال؟ هو مين اللي مش عرفك؟ فهو يقول لك ايه؟ هو يقول كده في اول كتابه في التفسير. وفي الطبري ليه كتب كثيره جدا في علوم كثيره، في الحديث وفي التاريخ وفي التفسير. يقول احنا ايه؟ احنا على شرط العلماء بنكتب ايه؟ بنكتب الاشياء باسانيدها. فانا بقول لك الاسانيد بتاعتي، وانا بقول لك ان دي مرويات اسرائيليات وكذا، ودي حاجات منقوله من الامم اللي قبلنا. ليه انا كاتبها؟ واحد، احنا بندون العلم كله على بعضه، الضعيف والصحيح والباطل. 2، عشان ما يجيش واحد يستدرك عليك بعد 100 سنه يقول لك على فكره الحاجات دي كانت موجوده بس هم مخبينها. لا، ده جايب كاتبينها من الاول وبيقول لك ده ايه؟ ده ضعيف. عارف لما واحد يدرس طب ويقولوا له ايه؟ العلاج الصحيح للحالات 1 2 3 4، واوعى تعمل 1 2 3 4. ليه؟ طب ما ليه كاتبه؟ لا تظن ان ده حاجه صحيحه فهو
هو بيقطع عليك ده. عشان كده كثير جدا من علماء الحديث قديما كان يقول لك انا حافظ 500,000 اسناد، مش حديث مش متن، لا اسناد. اسناد يعني هو نفس المتن، يعني مثلا انما الاعمال بالنيات ده حديث واحد ليه كام سند؟ 200 سند، هو نفس المتن. الاسانيد الطرق الرجال مين عن مين عن مين للصحابي للنبي هو نفس الصحابي، بس كل سلسله الرجال مختلفه. ليه سلسله الرجال مختلفه؟ الحديث ده سمعوا صحابه كتير، فالصحابه دول اتحركوا يعني ايه؟ واحد راح فيهم جاهد في مصر وبعد كده مات في مصر، واحد فيهم راح الشام، واحد فيهم راح العراق، واحد فيهم مش عارف، واحد فيهم مات في تركيا. دول كلهم قابلوا ناس فرووا حديث انما الاعمال بالنيات. الصحابي كل صحابي قابل ناس مختلفين، الناس دي المختلفين بعد 100 سنه 200 سنه هم عمالين كل شويه بيقابلوا وبيحفظوا بيكتبوا، كتبوا بعد عرض كل الاحاديث مع بعضها لقوا نفس المتن باسانيد مختلفه. فيبقى عندنا المتن واحد بكام سند؟ 200 و300 و400. عشان كده العلماء زي البخاري ومسلم والامام احمد يقول لك محفوظه كان حافظ 700,000 حديث، 600,000 حديث، 500,000 حديث. بل في مرويات كثيره قديمه يقول لك لا يفتي في مسائل الطلاق من يحفظ اقل من 300,000 حديث. فهو النبي روي عن النبي 300,000 حديث. فهو يقولوا ايه؟ الطرق المختلفه. ليه بيقولوا كده؟ عشان يضمنوا ان الحديث اللي انت بتقوله ده حديث قاله النبي فعلا. طب هنضمن ايه؟ ان انا اعرضه على كل الطرق والاقي نفس المتن، يبقى كده ايه؟ يبقى النبي فعلا قاله، لان ايه؟ نقلته الجماعه المجموعه الذي تحيل العاده تواطؤهم على الكذب. لما ما كانوش عاملين ثريد على الفيسبوك واتفقوا يكذبوا كلهم الحديث واحد، ده هم ناس كانت ايه؟ متباعدين جدا وطلع نفس الاحاديث. فهو ده اللي وثق الديانه عندنا، الحديث كده، الشعر كده، القران كده، وهكذا. يعني في ناس كتبت في تاريخ الرسل والانبياء مطلقا وتاريخ الرسول سيره النبي صلى الله عليه وسلم لوحدها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو مدار الاسلام، هو يعني متلقي الوحي، فسيره النبي صلى الله عليه وسلم هي ترجمه وبيان للقران. فكان اهتمام الناس بالسير شديد جدا. واحنا نقلنا المره اللي فاتت النقل عن الصحابه، كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون صبيانهم المغازي كالسوره من القران، يحفظوا الغزو اكنه بيحفظوا ايه؟ سوره من القران لاهميتها. خلاص تاريخ الصحابه احنا مش ممكن نتقبل مرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم الا لو عارفين ان ده صحابي. لو صحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى اكيد شاف النبي، او امرنا بكذا نهينا عن كذا كنا نفعل كذا وكذا كذا كذا ولا ينهانا، يبقى احنا كده عارفين ان الكلام ده مين اللي بيقوله؟ صحابي وشاف النبي. لو انا مش عارف ان ده صحابي، لا استنى لحظه، ما انا طب انت بتقول قال رسول الله منين؟ ما لو تابعي قال رسول الله هساله سمعت الكلام ده من مين؟ لو رفعوا الصحابي خلاص، ما رفعوش للصحابي يبقى كده احنا ايه؟ لا كده حديث مرسل. احنا في مشكله عندنا، عايزين نعرف مين الصحابي اللي انت بتنقل عنه، والا ممكن تكون بتنقل عن تابعي تاني، دي قصه تانيه بقى. فعشان كده علم الحديث كله دائر على التعريف بهؤلاء الرجال. فانا عايز اعرف تاريخ الصحابه، عايز اعرف تاريخ الاشراف اللي هم مين؟ الذين ينتسبون الى النبي صلى الله عليه وسلم، نسب النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا قلنا الاسباب اسباب فقهيه واسباب اجتماعيه. اسباب فقهيه لبعض الاحكام المتعلقه بآل البيت في الفقه الاسلامي، واسباب اجتماعيه لشرف النسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، بل يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كل نسب يوم القيامه منقطع الا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وده في التشريف مش رفع العذاب او كذا. احنا عايزين نعرف ايه الكتب المعتمده في الحديث. فواحد يقول لك انا لقيت حديث غريب النبي بيقول فيه كذا كذا كذا، يا حبيبي الحديث ده موجود في الكتب المصنفه المعتمده عند اهل الحديث؟ لا. يقول لك انا في قول في الفقه لقيته كذا عند الشافعيه. مين قال لك؟ فين الكتب المعتمده؟ فاحنا بيقرل في تاريخ العلوم ايه الكتب المعتمده في كل فن، وبالذات في الرجال وفي الحديث وكذا. خلاص، فده بيصنف بتفرض بالتصنيف، مين الرواه المعتمدين، مين اللي بيؤخذ عنهم الاحاديث وكذا، مين الثقات، مين الكذابين، مين اللي كان ثقه وبينسى. يعني بتوع الحديث الجهد اللي عملوه جهد فعلا مذهل. يعني مثلا يقولوا فلان ثقة اختلط في آخر عمره، أي حد حدث عنه في الحجاز ثقة، أي حد حدث عنه نقل عنه في الشام، يعني أنا شامي وشيخي ده حجازي، الشيخ ده لو أي واحد شامي يروي عني يقول لك الحديث ضعيف، لغاية ما يجي لنا حديث إيه من طريق حجازي. أما الراجل ثقة، الشيخ نفسه ثقة، يقولوا هو ثقة لما كان في الحجاز. ليه؟ كان بيحدث من كتبه، من كتبه معاه، فكان أي ما حد يقول له، فهو الكتب دي الأحاديث اللي كتبها عن شيوخ، فيقول إيه حدثني شافعي يقرأ من الكتاب. فده إيه؟ بيسموه ضبط إيه؟ ضبط كتاب، مش ضبط صدر، لا ده ضبط كتاب. حتى الامام احمد كان يقول ايه؟ حدثنا اقوام من حفظهم وحدثنا اقوام من كتبهم، فوجدنا الذين حدثونا من كتبهم اوثق واحفظ من الذين حدثونا من حفظهم. فالكتاب دول اللي كاتبين. الراجل ده لما جه سافر من الحجاز راح الشام، سافر من غير كتبه، فكل الاحاديث اللي حدثها من حفظه فيها شك. فاحنا لا نستوثق من هذا المتن الا لو روي من طريق ايه؟ مسلسل بالحجازيين، مش واحد شامي، عشان الراجل ده هو طول عمره في الحجاز، فاللي روى عنه الحجاز
الاعجاز في واحد يقول لك اختلط ولا يعرف وقت اختلاطه، بيرد كل حديثه ضعيف لغايه ما يجي لنا شواهد من حد من طبقته بنفس المتن عشان نتاكد ان الحديث صحيح. واحد يقول لك اختلط بس ولاده اول ما حسوا ان هو اختلط بدا ينسى. عارفين واحد يكون جاله الزهايمر او خرف الشيخوخه او كده، فيقول لك لا ده بدا يروحوا حاجزينه، فيقول لك هو اختلط بس حجز، ولاده حجزوه فلم يحدث بعد اختلاطه، كل احاديثه ثقه. ليه؟ لانه كان بيحدث وهو عقله معاه وحفظه معاه ومن كتب يبقى معانا وهكذا. طيب انا زمان بدايات لما الواحد بدا يتعرف على العلوم الشرعيه فبدا يشرحوا لنا ان الاحاديث ده المتن ودي سلسله الاسانيد. اول حاجه جت في ذهني، انا راجل مصري يعني بطبعي المصريين احنا نحب اللي عارف لما واحد يقول لك هات لي ورقه تثبت ان انت رائد فضاء سهله، فاي حاجه في مصر يمكن ادعائها. فانا اول فكره جت في ذهني ايه ده؟ طب ما اي واحد يقول مش دي سلسله احاديث صح يعني دول رواه معتمدين، ما اقول له حدثني فلان عن فلان ان النبي قال كذا وتبقى سهله، ما اي حد ممكن يقول كده. انا كنت متصور كده. اتاري بتوع علماء الحديث بيعملوا ايه؟ انا والراجل ده بندعي ان احنا ايه معانا احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالراجل بيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان بسند الى النبي صلى الله عليه وسلم، وانا بعمل كده. بتوع الحديث قاعدين يقول لك الراجل ده صادق وانا كذاب. يا اخوانا طب ما انا قايل نفس السند، امال ده ايه ده؟ هو خيار وفقوس. فاقول لك ايه؟ هو انت مين؟ ما انت لازم اسمك انت يكون معانا. هو انت عارفين زي ما دلوقتي انتوا حضراتكم موجودين قدامنا، انتوا مسجلين في ايه؟ دورة تاريخ سنه 2017 في شهر 7. الدوره دي احنا بنسميه مثلا موسم الصيف وبتاع. فلو في واحد ادعى بعد مثلا 6 شهور قال على فكره انا حضرت محاضره مع باشمهندس ايمن والراجل كان بيقول ان هو بيشجع بتروجيت، ادعى عليا اي ادعاء او بيقول ان هو انا كنت باجي المحاضره لابس شورت مثلا، فواحد ايه يقول لك يا اخي ما هو بيقول والراجل كان حاضر. ايه الطريقه اللي احنا نقول ان الراجل ده كذاب او صادق؟ واحد الاول نشوف اسمه كان معانا ولا لا، اول حاجه. 2 نشوف اسماء الطبقه بتاعته، مش كل حضراتكم حضرتوا معاه، فاللي انتوا شفتوه لازم يكون هو شافه، او اللي هو شافه لازم يكون 100 غيره شافوه. فهو نفس الحكايه، بيقولوا له انت مين اللي حدثك ده؟ انت اسمك مش موجود معانا في طلبه ده. فبيكتبوا ايه؟ الشيوخ والتلاميذ والمعاد، كل شيخ بيعملوا له وكانها دايره او شجره، مين فوقه ومين تحته، مين فوقه ومين تحته. فانا احيانا اجي مثلا اكون انا والراجل ده ابتدينا نطلب طلب العلم، الراجل ده قال لي انا هسافر. يا عم تروح فين؟ قال لك خراسان. لا انا مش هروح خراسان. سافر 3 سنين. وانا بعد كده قلت ايه؟ لا يا عم ده هيجي يتنطط عليا بعد كده ويبقى معاه حديث بسند اعلى، لانه لو جه انا هطلب حديث على مين؟ عليه هو. فانا اقول لك لا، احنا نبقى ايه؟ راس براس كتف بكتف اروح رايح. اول ما اروح الاقي الشيخ اللي سمع عليه مات. طب ايه العكنانه دي؟ فانا اقول ايه؟ انا اسمع كل الاحاديث منك تمام، واروح ايه؟ ما انا مش عايز ايه يعني ابقى انا وانت فوق الدرجه، اروح انا كل الاحاديث. اسمك هنا إيه؟ اسمك خالد. بدل ما اقول حدثني خالد، اخونا اسمه ده شيخنا محمد، فخالد بيقول حدثني محمد على طول، فانا اقول ايه؟ حدثني خالد قال حدثني محمد. فبدل كده بيسموه اسناد ايه؟ ده بقى فيه اسناد يسموه اسناد عالي واسناد نازل. انا اسنادي نزل واحد، هو اسناده عالي على طول على الشيخ. فانا اقول ايه؟ انا متيقن ان خالد سمع، فانا عشان اساوي نفسي بيه اقول ايه؟ حدثني محمد او قال محمد. بتوع الحديث يقول لك قول تاني كده اللي انت قلته، اقول قال. انا لما اكون عندي دي انا شويه ما اقولش حدثني عشان ما اكذبش، فاقول قال. هو اكيد قال بس ما قاليش انا، قال له هو خلاص. فيقول لك ايه؟ لو ما قلتش حدثنا تبقى مدلس. في واحد في النص انت موقعه قوله. التدليس ده اسمه تدليس، اللي انا عملته ده بيسموه تدليس، وفي انواع. الشاهد انه بتوع الحديث ما يمرروش ده. يا ابني يا سيدي انت مالك؟ مش السند الراجل ده فعلا قال الحديث ده والمتن مظبوط بس انت مش في الطبقه دي. ما انت هتعمل كده في الاحاديث دي، مش عارفينك هتعمل ايه في الاحاديث الثانيه، وما دام عملت ده ممكن تستحق. فيروحوا ايه؟ عاملين دايره عليا ويقول لك الراجل ده مدلس، ونشوف نوع التدليس اللي بيدلسه كمان. اللي وقعه ده ممكن اكون انا اللي موقعه واحد مشهور جدا عندهم انه ضعيف في طبقه خالد، انا ما لحقتش خالد كمان، هو سافر فلقيت واحد ضعيف من طبقه خالد فحدثني ورحت سقطته وقعدت اقول اي حدثني او قال محمد. قالوا لي لا هات الواسطه، لان الواسطه شيخ ضعيف وهم وهكذا. ففكره ايه؟ بيكتبوا الواحد ويكتبوا مشايخه ويكتبوا تلاميذه ويكتبوا اللي فوقه ويكتبوا اللي تحته ويكتبوا الطبقه اللي معاه، بحيث يعرض احاديث الطبقه على بعضها فيتبين مين ايه اللي عنده زيادات مين اللي ناقص. دايما واحد يقول لك ايه؟ هو ثقه بس ايه؟ حفظه سيء. مش عرفك انه كان بيحفظ حفظ سيء. كل ما نعرض حديثه على المجموعه اللي كانت معاه، يا يزود كلمه يا ينقص كلمه، يا يروي بالمعنى يا يحط كلمتين اضافي يا يزود مش عارف ايه. لا الحديث بيروي مظبوط. فالراجل مش كذاب، احنا اختبرناه ديانه وبتاع مش عارف لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بس ايه؟ بينسى. فيقول لك ثقه هو ثقه بس ايه؟ سيء الحفظ. طب لو انت يا اخوانا تصدقوه لو حدث من كتب، ما تحدثش من دماغك، كتبت ورا الشيخ نصدقك، او حديثك يوافق مين؟ احاديث الطبقه بتاعته وهكذا. عشان كده دايما يقولوا الاسناد هو حصن المسلمين. الاسناد يعني ايه؟ عامل سياج كده محدش يعرف ايه، يجي واحد يمد ايده تلاقيه ايه؟ ايده اتقطعت بسهوله. ليه؟ لان بيخش في مساحه علم دقيق جدا ومعقد. اعقد تقريبا علمين عندنا، علم الحديث وعلم القراءات، علم القراءات القرانيه.
فيهم كم من التفاصيل يعني عايز اعمار تفنى فيه اعمار. فعشان واحد يخش فيه ويكذب ويبقى الكذب مظبوط كده لا ما يلحقش. هو اخونا بيسال على ان حاليا لغايه دلوقتي بتعقد دورات تحديث، يعني يقول لك دوره في اقراء صحيح البخاري بالسند، دوره لاقراء صحيح مسلم بالسند، دوره لاقراء الترمذي بالسند. كل هذه كل كتب السنه محفوظه بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. بس ما المتصل يعني ايه؟ يعني هو يقول الراجل اللي قاعد بيحدث بالبخاري يقول ايه؟ حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان لغايه ما يوصل البخاري، قال حدثني فلان. البخاري سنده معروف ومدون جوه كتابه لغايه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبقى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 35 واحد. اي حد في مقطعين فيديو لطاف جدا تسمعوا الشيخ محمد الحسن ولد الددو، لو اللي يعرفه كان بيه، اللي ما يعرفوش لازم تشوفوه. محمد الحسن ولد الددو ليه مقطعين دقيقه ودقيقه، دقيقتين ودقيقتين. واحد فيهم مقطع كان في فرنسا، ومقطع في لقاء تلفزيوني عادي. المذيع بيقول له ايه؟ بيقول له طب ممكن تقول لنا اي حديث متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له يعني سهله، قال له اختار حديث. يعني الشيخ ما شاء الله يعني ممكن يكون حافظ الكتب السته او التسعه. فقال له حدثني فلان عن جدي عن 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 عن, عن لغايه البخاري قال لغايه سنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعني لو كتبته كده محمد الحسن والدددو حديث متصل. محمد الحسن هو من موريتانيا، من شنقيط في موريتانيا، فاسمه غريب شويه. محمد الحسن ولد الددو